السلام عليكم. المحاضرة الثالثة في ال HTML. أهلا بكم معانا في كود فيرز أكاديمي. النهاردة هنتكلم عن التاجات اللي بتتكتب جوه تاجة الهيد، وقلنا إن التاجات دي كلها بتقدم معلومات عن الصفحة، ومن أهمها التاجات كلها من نوع الامبتي تاج، يعني ملهاش قفلة، اسمها الميتا، اختصار لكلمة ميتا داتا. الميتا بنعمل كده، بندوس وبنبدأ نختار الميتا اللي أنا عايزها. فأنا هكتبهم بالراحة. فأول كودة، أول تاج عندي ميتا شار ست يو تي اف 8. ده أول تاج ميتا عندي، وده اللي بيحدد كيفية تفسير البراوزر بتاعي للنصوص اللي أنا بكتبها. بمعنى صح، أنا لما باجي ارن المشروع بتاعي ويبدا يتحمل عندي في البراوزر بتاعي، ازاي البراوزر بيفهم التاجات ال HTML دي. المفروض ان الحاجات دي بتتحول، التاجات دي بتتحول لحاجة بيفهمها البراوزر. فعملية التحويل دي بيسموها عملية الترميز، دي بتشتغل عن طريق التشار سيت يو تي اف 8، وده نظام ترميز عالمي كل أجهزة الكمبيوتر عارفاه. ده اللي بيخلي البراوزر بتاعي يفهم تاجات اللي انا شغال عليها. اليو تي اف 8 بتدعم كل اللغات، زي اللغه العربيه، الحروف العربيه، اللغات الحروف الانجليزيه، ايا كان اللغه اللي حضرتك شغال عليها في البلد اللي عايز تعرض عليها الويب سايت بتاعك، او لو عايز تعرضه على مستوى العالم كله. التاجه الثانيه تاجه اسمها ميتا نيم فيو بورت كونتنت يساوي width بيساوي ديفايس width كوما initial scale 1. دي التاجة التانية دي بيسموها تاجة الريسبونسيف. يعني ايه تاجة الريسبونسيف؟ يعني التاجة اللي مسؤولة عن ان الويب سايت بتاعك يتفتح على جميع انواع الشاشات مهما كان عرض الشاشة. يعني يتفتح على موبايل، يتفتح على تابلت، يتفتح على تاب، على ديسك توب، كمبيوتر، يعني كمبيوتر ديسك توب، شاشة كمبيوتر، يعني على لابتوب، على شاشات كبيرة، ايا كان الشاشة اللي حضرتك هتعرضها عليها. وبيضمن ان الحاجات دي تتعرض بشكل صحيح. ففيو بورت دي عايده على الشاشه اللي هيتفتح عليها الويب سايت بتاعنا. ويدز ادفايس ويدز معناها ان هو هياخد عرض الشاشه اللي بيتفتح عليها. يعني هو لو بيتفتح على موبايل، آه، هياخد عرض الموبايل، بيتفتح على تابلت هياخد عرض التابلت. انيشال سكيل دي معناها ان هو هياخد الزوم 100%. طبعا الكود كبير جدا، فاحنا ممكن نكتبه بطريقه تانية، ان احنا نعمل ميتا ونختار الفي بي من تحت من هنا، فهتلاقيه هو بيكتبها لك بشكل مباشر. طيب الاختصارات دي بتيجي منين؟ دي اللي قلنا عليها من الاكستنشنز في اول محاضره، اللي هي الاوتو رينيم والاوتو كلوز والاوتو كومبليت. الميتا الثالثه ميتا مهمه جدا، اللي هي الميتا اللي مسؤوله عن محركات البحث. زي ايه؟ عندي كودين مهمين جدا: ميتا ديسكريبشن وميتا كيورد. الميتا ديسكريبشن معناها ده انا بكتب هنا وصف للموقع، وصف للويب سايت بتاعي. فالوصف ده هيبقى عبارة عن جمل، انت بتكتب جمل. فمثلا احنا بنعمل عن الهيلث، فهنكتب مثلا health for مثلا every one مثلا يعني. الديسكريبشن ده اللي بيظهر فين؟ فنبدأ نقول عنه ملحوظة مهمة جدا. الديسكريبشن ده اللي بيظهر هنا. يعني لو انا جيت مثلا في جوجل وكتبت كده فلاور مثلا،
بيبدأ يظهر معايا الحاجات وبيبدأ يديني ديسكريبشن، فده حاجة زي الديسكريبشن كده. ده اللي بيظهر عندي في الصفحة لما ببدأ أعمل سيرش عن الموقع أو حاجة. ده بالنسبة لأول واحدة. طيب بالنسبة للكيوردز دي، الكلمات المفتاحية أو الكلمات البحثية، دي الكلمات اللي أنا بتوقع إن الناس هيكتبوها لما يجوا يدوروا على المشاريع اللي شبه مشروعي. فالمفروض إن هي هيلث مثلا، الصحة، مثلا فود، يعني كل ما له علاقة بالصحة. فالكلمات دي اللي هي ايه، اللي هي لما انا باجي في السيرش كده وابدا اكتب. تعالوا نرجع كده. انا هنا بكتب فلاورز، فانا بتوقع ان اليوزرز هيكتبوا كلمة هيلث عشان يدوروا على المواقع اللي ليها علاقة بالهيلث، فهيكتبوا كلمة هيلث. فانا ده بكتبه في الويب سايت بتاعي عشان اعرف الويب سايت ان ده موقع من المواقع اللي المفروض ان هي هتطلع فيه السيرش بتاعي. كمان من ضمن الاكواد الميتا المهمة جدا، عندي الكود ده ميتا هيساوي كاش كنترول كونتنت نو كاش. التاجة دي عندي بتستخدم في بتحدد ازاي الميموري هتخزن الصفحة بتاعتي عند جهاز اليوزر. فده بيتحكم في كيفية تخزين الصفحة في ذاكرة التخزين المؤقت اللي هي الرام يعني. فطبعا دي من التاجات المهمة جدا. من ضمن التاجات المهمة جدا اللي هي التاجة برضو اللي هتستخدم في محركات البحث اللي هي الاس اي او. ميتا نيم يساوي كونتنت نو اندكس نو فولو. التاجة دي من التاجات اللي بتحدد ازاي محركات البحث هتتعامل مع الصفحة. بمعنى أصح هي بتمنع محركات البحث زي جوجل من إن هي تعمل أرشفة للصفحة بتاعتي، أو تعمل متابعة للروابط الموجودة فيها. يعني من الآخر بتمنعها من إن هي تعمل أرشفة للموقع بتاعي. يعني بمعنى أصح تخلي الموقع دايما يظهر باستمرار في محركات البحث. فدي من الحاجات المهمة جدا. طيب في كمان أكواد بتحدد مين المؤلف بتاع الموقع او حقوق النشر للموقع ده، زي الكودين دول ميتا نيم وليكن مثلا احمد، وميتا نيم كوبي رايت كونتنت مثلا. هنا انا بقول لاي حد بيشوف الموقع بتاعي ان المؤلف الموقع او صاحب الموقع او الحقوق النشر الموقع تبع لشخص اسمه احمد. فدي انا بضيف معلومات عن المؤلف وعن حقوق النشر. كمان في اكواد بتخلي الموقع بتاعي اكثر سهولة في البراوزر ويتفتح بشكل اسرع، زي الكودين دول ميتا
الكود ده بيخليه يتفتح على الاي اي 7. الاي اي 7 اللي هو الانترنت اكسبلورر 7، اللي هي الانترنت اكسبلورر القديمه شويه، فيخلي الموقع بتاعي يبقى متوافق معاها، كومباتبل معاها. كمان عندي الكود ده ميتا ايدج، ده اللي خليه الموقع بتاعي كومباتبل مع مايكروسوفت ايدج. فبرضو دي من الحاجات اللي بتحسن من اداء الموقع بتاعي. وناخد بالنا ان كل الاكواد الميتا اللي احنا كتبناها ما بتظهرش على الصفحة عندي خالص، ما بتظهرش معايا هنا، يعني ما فيش اي حاجة ظاهرة هنا. ما بتظهرش غير في حالة واحدة، لو عملت كليك يمين انسبكت في البراوزر بتاعي، في اي حتة في البراوزر بتاعي كليك يمين انسبكت، هنلاقي جوه الهيد اكواد الميتا ابتدت تظهر معايا وتديني الحاجة اللي انا عايزها. تمام كده. فده من الحاجات الجميلة جدا في اكواد الميتا، بتقدم معلومات رهيبة جدا وفي نفس الوقت ما بتظهرش على الصفحة. طيب، من التاجات المهمة في الهيد وبرضه بتدي معلومات عن الصفحة، ويمكن دي الوحيدة اللي بتظهر بشكل واضح قوي في البراوزر، تاجة اسمها التايتل. والتاجة دي تاجة كلوز تاج، يعني ليها فتحة وليها قفلة. فهنكتب مثلا هنا، هنكتب هيلث ويب سايت مثلا. مجرد ما عملنا كده هنلاحظ ان الويب سايت بتاعي خد تايتل الهيلث ويب سايت اللي احنا كاتبينها هنا. ده كده كان شرح لكل الاكواد التاجات اللي بتتكتب في الهيد، بتقدم معلومات عن الصفحة بالميتا بالتايتل. طبعا في تاجات تانية هنشرحها في وقتها المناسب ان شاء الله. اشوفكم في المحاضرة الرابعة في ال HTML. سلام عليكم.